المشاهدون الأكارم، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإرثية، نستهلها بالعناوين. وزارة التعليم تنظم منتدى أكاديمي في العاصمة أسمرة. تدشين مشروع مياه الشرب في بلزة. جهود لتعزيز برامج التأهيل الأهلي في مديرية صنعاء. كوريا الشمالية تستعرض أحدث صواريخها في عرض عسكري ضخم. أفغانستان تتهم باكستان بشن هجمات جوية، وإسلام أباد تحذر. وترامب يعلن فرض رسوم 100% على الصين والنفط ينهار. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. عقدت وزارة التعليم بالتنسيق مع شركائها منتدى يومي 9 و10 من أكتوبر في أسمر لتوسيع وتعزيز برامج تعليم الكبار في الأقاليم. وفي كلمته الافتتاحية قال ممثل وزير التعليم السيد بطرس حيل مريم إن الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا جعلت محو الأمية من مبادئها الأساسية إدراكا لأهميته في تسريع التغيير الاجتماعي والاستقلال، وتقوم الحكومة الإريترية بعد الاستقلال أيضا بجهود متواصلة. وقال إنه من المستحيل ضمان التنمية الآمنة والمستدامة دون القضاء على الأمية، معربا عن اعتقاده بأن المنتدى سيساهم في تقييم برامج تعليم الكبار بشكل جدي، واتخاذ خطوات تحسينية وتنفيذ المهام المتبقية وصياغة التوجهات المستقبلية. ناقش المشاركون تقدم تعليم الكبار في الأقاليم ووزارة الدفاع والسجون والإصلاحيات والوضع الحالي لإدارة تعليم الكبار وتجربة عاملة مسح محو الأمية التي أجرت عام 2008، والتطورات الحالية والتعريف بوسيلة إعلام وزارة التعليم وبرامجها وبرامج التعليم المسائي. وأوصى المنتدى لمواصلة البحث المتكامل والتقييم المشترك وتعزيز وتنسيق دور الشركاء وتشجيع برامج التعليم المسائية ومراعاة برامج تعليم الكبار لذوي الإعاقة، ومراقبة تنفيذ المناهج وتنظيم دورات تدريبية لبناء قدرات المعلمين وتكثيف أنشطة التوعية. وأوضح المدير العام لقسم تعليم الكبار والإعلام الأستاذ جبرزقي دمام أن المنتدى أثمر عن أفكار توجيهية، مشيرا إلى أن الجهود ستبذل لتوسيع خدمات التعليم والتدريب في المناطق التي لم تحصل على الفرص من بعد، ومكافحة الأمية وتعزيز ثقافة القراءة وتشجيع الإنتاجية والإبداع لدى المواطنين وتعزيز خدمات التعليم الأساسي عبر وسائل الإعلام. تم تدشين مشروع مياه الشرب في بلزة اليوم 11، والذي أجري له أعمال استبدال خط أنابيب المياه القديمة بأخرى جديدة وبناء خزانات. وأوضح مدير إدارة بلزة السيد آرون كفل ميكائيل في كلمته أن العمل تم من مبادرة المواطنين بالتعاون مع المؤسسات الحكومية لاستبدال خطوط مد المياه القديمة بأخرى حديثة، وبناء خزان التخزين المؤقت عند التوزيع الإضافة إلى تلك القديمة التي لا تكفي سعتها تخزين الكمية المطلوبة نتيجة تزايد عدد السكان. نظم اجتماعا تشاوريا يوم 8 من أكتوبر الجاري حول برامج التأهيل الاجتماعي بالتركيز على المشاركة الأهلية والمجتمعية لإعانة ورعاية تأهيل فئات ذوي الإعاقة المختلفة وكبار السن والمحتاجين الآخرين بمديرية صنعاء. وحث مسؤول مكتب العمل والرعاية الاجتماعية السيد يماني معاشة في الاجتماع الذي حضره أعضاء لجان التأهيل التنموي بمشاركة المجتمع وأعيان القرى وإدارات الضواحي، حث على دراسة وتقييم أحوال الفئات المحتاجة وآلية تقديم الرعاية لها لتظل ضمن مجتمعها التي تعيش فيه بدقة. وذكر بضرورة العمل لخلق بيئة داعمة ودافعة بإمكاناتهم في دعم ورعاية الأطراف المعنية ورفع إنتاجيتها لضمان اكتفائها ذاتيا. وقدم المشاركون الآراء والاقتراحات بتوفير برامج القروض للمعاقين وإعطاء الأولوية لهم في فرص العمل التي تتاح واقتراحات أخرى ذات صلة. قام فرع العمل والرعاية الاجتماعية في مديريتي فورتساوا وقلعلو بتوزيع أدوات دراسية للمحتاجين حسب ما أفاد به مراسلو إرينا. هذا وقد قدمت الأدوات الدراسية اللازمة ل100 طالب محتاج في إدارة ضواحي هوميب ومنوبير وتامرات وقرمايكا وفورتساوا بمديرية فورتساوا. كما تم تقديم أدوات مماثلة ل50 طالبا محتاجا في إدارة ضاحية بويا بمديرية قلعلو.
وفي غضون ذلك قام مكتب الزراعة بمديرية فورتساو بتوزيع الفراخ على المزارعين بأسعار مخفضة تنفيذا لبرامج الأمن الغذائي الذي يتم العمل عليه تحت شعار الغذاء المقدر للجميع وفي كل مكان حسب ما ذكرته الأنباء الواردة. قام سكان بلدة ملقي وإدارة ضاحية دنبة إيرر في مديرية ملقي بنفير إصلاح طريق ترابي تضرر جراء السيول. وأوضح المدير التنفيذي في إدارة المديرية السيدة هنس أب ولدو بأن أعمال النفير تعد جزءا من الأنشطة المجتمعية، مشيرا إلى أن العمل سيغطي مسافة 20 كيلومتر. وذكر بناء 34 فصلا دراسيا إضافيا في مدارس جهان وفلق ومعدن إنداقابر والدمحرات وقزاقلات وعناي وساقلاب النفير الشعبي. ودعا مدير إدارة ضاحية ملقي السيد أسقدوم منقسو والمشاركون في النفير إلى توفير الدعم بالآليات لضمان كفاءة العمل. فاصل ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. على الصعيد العالمي، أقامت كوريا الشمالية عرضا عسكريا ضخما في ساحة كيم إل سونغ وسط العاصمة بيونغ يانغ بمناسبة الذكرى 80 لتأسيس حزب العمال الكوري الحاكم. وشارك في العرض العسكري عدد من الضيوف والأجانب رفيع المستوى، أبرزهم رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ وديمتري ميدفيديف نائب رئيس المجلس الأمن القومي الروسي. وذكرت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية الرسمية أن العرض شهد الظهور الأول لصاروخ باليستي عابر للقارات جديد يدعى هو سونغ 20، وصفته الوكالة بأنه أقوى نظام أسلحة استراتيجية نووية تم تطويره حتى الآن في البلاد، ويعتقد أنه مصمم لاختراق أنظمة الدفاعات الصاروخية الحديثة من خلال إمكانية حمل رؤوسا حربية متعددة. وأوضحت الوكالة أن المحرك الجديد المستخدم في الصاروخ والمصنوع من ألياف الكربون يتمتع بقوة رفع أكبر من النماذج السابقة، وهو ما يعزز قدرته على الوصول إلى أهداف بعيدة. اتهمت الحكومة الأفغانية التي تديرها حركة طالبان باكستان بشن غارات جوية على أراضيها، وحذرت من عواقب ذلك في الوقت الذي قالت فيه إسلام أباد إنها تتخذ إجراءات ضد مسلحين. وقال مسؤولون أمنيون باكستانيون أن 11 جنديا آخر قتلوا في اشتباك مع مسلحين إسلاميين في منطقة تيراه القريبة من الحدود الأفغانية. وتقول إسلام أباد أن مسلحي حركة طالبان باكستان ينفذون عمليات من داخل أفغانستان وهو ما تنفيه كابول. وقال مسؤول أمن باكستان أن القارة الجوية في كابول استهدفت سيارة يستخدمها زعيم حركة طالبان باكستان نور والي محسود، ولم يتضح ما إذا كان قد نجا. شهدت الأسواق الأمريكية نهاية الأسبوع مضطربة بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على الواردات الصينية بدءا من الأول من نوفمبر 2025 في خطوة تصعيدية جديدة ضمن الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم وفقا لتقارير Infosending.com. وقال ترامب في بيان نشر على منصة تروث سوشيال إن الصين تبنت موقفا عدوانيا للغاية في التجارة، ووصف هذه الخطوة بأنها سابقة لم يشهدها التاريخ التجاري الدولي من قبل وعار أخلاقي في التعامل مع الدول الأخرى. وأكد ترامب أن الرسوم الجديدة تضاف إلى الرسوم القائمة وسترافق مع قيود أمريكية على تصدير البرمجيات الحساسة اعتبارا من التاريخ نفسه، مع إمكانية تقديم موعد التنفيذ إذا اتخذت الصين إجراءات جديدة. في الخبر الأخير، تعكف السلطات الأمريكية على التحقيق في انفجار دمر مصنع المتفجرات في ريف ولاية تينيسي أدى إلى سقوط قتلى لما يحدد عددهم، وسط مخاوفين من مقتل 18 مفقودا آخرين. وأدى الانفجار إلى تناثر الحطام على مساحة لا تقل عن 800 متر، وشعر بها السكان على بعد أكثر من 24 كيلومترا. ويشير موقع الشركة الإلكترونية إلى أنها تعالج المتفجرات والذخيرة في منشأة مكونة من 8 مبان تمتد عبر تلال مشجرة في منطقة باكس نورت على بعد حوالي 97 كيلومترا جنوب غرب ناشفيل. مشاهدينا الأكارم، نختم النشرة بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. وزارة التعليم تنظم منتدى أكاديمي في العاصمة أسمرة. تدشين مشروع مياه الشرب في بلزة.
جهود لتعزيز برامج التأهيل الأهلي في مديرية الصنعة. كوريا الشمالية تستعرض أحدث صواريخها في عرض عسكري ضخم. أفغانستان تتهم باكستان بشأن هجمات جوية وإسلام آباد تحذر. وترامب يعلن فرض رسوم 100% على الصين والنفط ينهار. انتهت النشرة، شكرا لكم.